يا مساء الفل والجمال من أحلى مكان في مصر كلها، وهي المدينة الجميلة اللي كانت صحراء جرداء، ما كانش حد بيبص لها خالص إلا مدينة الأحلام الجميلة الحلوة اللي تحولت من حلم الحقيقة. النهاردة أنا في مدينة العالمين، التحفة الحلوة اللي معمول فيها البدع والحفلات اللذيذة اللي بتفرج عليها في التلفزيون بس ما بروحش. لكن هنا بصور لكم المدينة من بره، الممشى والكورنيش، وهندخل دلوقتي على المول كلنا. فيها فندق الماسة، وفيها طبعا الأبراج الحلوة اللي بملايين. بصراحة يعني اللي هيسكن فيها هو الكسبان، بس اللي يطلع بقى الملايين العملاقة دي. المدينة دي يا جماعة احنا ممكن نستمتع فيها شاطئ خاص. الشاطئ ده الفرد فيه ب500 جنيه النزول بس، تمام. لكن انا ما روحتش الشاطئ الخاص، لكن روحت المول بتاعها. المول روحته السنة اللي فاتت كان فاضي، لكن السنة دي كان مليان جدا، والسنة الجاية بإذن الله هيفتحوا فيه فود كورت. المدينة دي يا جماعة يعني تطور هائل في تاريخ مصر، يعني عبارة عن دبي. يعني اللي ما جاش هيكون خسران. انا جيت يوم ورجعت، لكن اتفرجت عليها ودخلت المول، لكن ما دخلتش اي شواطئ خاصة. يلا بينا بقى ندخل المول ونتفرج على المحلات اللي جوه. ده هنا في مدخل المول، في بقى محلات كتير من البراندات اللي احنا عارفينها جوه المولات. السنة اللي فاتت ما كانتش فاتحة كده، يعني كانوا فاتحين عبارة عن فرعين 3، لكن هنا بقى معظم المحلات اتفتحت، وهيعملوا جواها فود كورت كبير، وجواها كافيه، وجواها سعودي. طبعا انتوا عارفين مايون ما تقدرش تروح اي مكان، زي ما بصور لكم في كارفور، وبصور وانا بشتري طلبات. صورت برضو المرة دي سعودي. طبعا انا ما بجيبش منه كل حاجة، بجيب منه الحاجات اللي هي الاساسية بس، زي الزبادي، الالبان، اللي هي الحاجات اللي معروف اسعارها، لان سعودي بالنسبة لي اسعاره غالية. بس هنا دي الجولة اللي في طريق سعودي. هنا السلم اللي انتوا شايفينه ده مطلع الباركينج. يعني هو المول عبارة عن دور واحد، لكن هو متوضب توضيب عالي جدا جدا جدا، يعني على أرقى مستوى. فيها الخدمات الأساسية، في أورانج، وفي فودافون، في كافيه، في محل ملابس، في طبعا بيكسي معروف يعني. في حاجات، في كوافير، فيها حاجات، وفيها سينما. فيها حاجات اللي هي الايه، الحاجات الاساسيه. لكن السنه الجايه باذن الله هم قالوا لي هيفتحوا بقى افرع تانية، محلات تانية. هيبقى المول كومبليت. هنا بقى انا في سعودي،
بدأت بقى ادخل اشوف ايه اللي انا محتاجاه. ده قسم الخضار والفاكهة. هو سعودي، يعني عبارة عن محل كامل. الناس بقى اللي ما تعرفوش، كامل متكامل. ادوات منزلية، ادوات مدرسية، نظافة، لحوم، فراخ، مخبوزات. طبعا جبنتي مفضلة وقهوتي مفضلة. بجيب الحاجات اللي هي الأساسية اللي معروف أسعارها إن هي بنفس السعر برا. في أطقم، أطباق، لكن الأسعار غالية في الحاجات دي. لكن الألبان والزبادي، لا، رنجة، حاجات كده بسيطة. دي حاجاتها مش غالية، حاجاتها زي برا بالظبط. لكن الشنط دي ب2900، لا طبعا، يعني أكيد مش هجيب شنطة ب2900. عايش مثلا سعره زي السوق. حاجات كده معينة هي اللي بجيبها من هناك. حتى الأعياد بتاعت الحاجات بتاعت أعياد الميلاد برضو أسعارها زي السوق. دي هنا أطقم من الأطباق، بس عنده أطباق حلوة جدا. الناس بقى المزنوقة قوي وعايزة تشتري بتشتري، لكن أنا جاية فسحة وراجعة تاني اسكندرية. طبعا ده المنطقة ديت يعني هي دي نقطة ضعفي. الشاورز والسكين كير والحاجات دي كلها والبادي لوشن. انا نفسي يعني افتح ستور للحاجات دي. انا بحب الحاجات دي قوي 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 بصراحة. لكن هي اسعارها اغلى من السوق. الحاجات دي كلها معظمها انا مجرباها وعندي، لكن هي اسعارها اغلى من السوق بحاجة بسيطة، يعني ممكن ب10 جنيه او حاجة زي كده. انا ما صورتش المحل كله، لان ما دخلت ما كنتش محتاجة غير حاجات اساسية عندي. فيها طبعا اطقم شوايات، وفي اللي هي الادوات. ده قسم الادوات المنزلية. كل اللي انا احتاجته اللي هي الحاجات الضرورية الاساسية بتاعتي. بس بجد اللي ما راحش العلمين هيفوتوا كتير. روح يا جماعة واتفرجوا على منظر البحر. عاملين هناك كورنيش حلو قوي مقابل ليه العمارات، وبعد كده في بحيرة في الظهر. لكن لو اللي هتقعدي عليه هو الكورنيش هناك في العالمين. ومش لازم يا جماعة، يعني لو حد قريب مش لازم تروح علشان مثلا تقعدوا في كافيه او كده. انتوا حتى لو قعدتوا شوية على الكورنيش واتفرجتوا على جمال المدينة هيعجبكم قوي. واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا، واشوفكم المرة الجاية بإذن الله.